السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنتقاسم معكم الخبز ضد المناسبات على الطريقه الشماليه. كنتمنى ينال الرضا ديالكم. نبداو بسم الله. غنحتاجوا لجوج قياصات د الطحين، يعني جوج طيسان د الطحين، وطاسه الفينو، معلقه كبيره د الجنجلان، معلقه صغيره د حبه حلاوه، ومعلقه صغيره د النافع. غنجيب طاسه غنعمل فيها جوج المعالق د الطحين، معلقه كبيره د الخميره د الخبز، انا عملت حبوب يمكن نعملو معجونه، ومعلقه كبيره د السكر، وغنزيدو الماء يكون دافي، ما يكونش الماء سخون، يعني حتى الا كان الماء سخون الخميره ما غتفاعلش والخبز ديالنا ما غيخمرش. غنخلط المكونات بعد ما نزيد الماء، ونغطي الطاسه ديالنا ونخلي الخميره ديالنا حتى تفاعل تقريبا 10 دقائق. خليو الخميره تفاعل ونمشيو دابا نبداو العجينه ديالنا. هنا عندي يعني الطحين والفينو اللي زيت والزنجلان والنافع وحبه حلاوه، الملح تقريبا واحد المعلقه صغيره او حسب الرغبه. غنخلط هاد النواشف مع بعضياتهم باش يندمجوا. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يعملوا غير الطحين بيض يعملوا، لان الوصفه الاصليه كانوا كيعملوا غير الطحين بيض. انا هنا عملت جوج طيسان الطحين بيض وطاسه د الفينو او السميد الناعم بالنسبه للاخوات في الجزائر الشقيقه. غنعمل حفره في الوسط، وغنجيب واحد البيضه غنعملها في ديك الحفره، وغنليطها بالمعلقه مزيان، وبنفس المعلقه غنزيد 4 المعالق د المزهر، أربعة المعالق د زيت البيضة أو زيت نباتية، غنخلط كل شيء مع الطحين كما غتشوفوا. يعني غنبداو نعجنو، وغنبقى نزيد الماء يكون دافي، ما يكونش سخون، يكون غير دافي. غنبداو نعجنو وحنا كنزيدو الماء. منين تفاعل الخميره ديالنا غنزيدوها في يعني فوق العجينه، ونكملوا العجين ديالنا. والا كان باقي خصنا نزيدوا الماء غنبقاو نضيفوه بشويه بشويه وحنا كنعجنوا. يمكننا نعجنوا بالعجانه، كتبقى حسب الرغبه ديالكم. العجينه خصها تعجن مزيان وما خصهاش تجي قاصحه، خصها تجي العجينه خفيفه باش كيجينا الخبز رطيب من الداخل. وخصها ندلك هنا العجينه ديالي بعد ما تجمعت لي غنعملها فوق اللورنيه، وغنبقى ندلكها تقريبا واحد 10 دقائق. خصها تدلك مزيان حتى تبقى طرطق لنا تحت يدنا. العجينه كون تعجنت مزيان كيجي الخبز رائع. بعد ما دلكتها مزيان غنرجعها في نفس يعني في القصعه، وغنغطيها بشي سربيطه ونخليها ترتاح تقريبا غير واحد 10 دقائق 15 دقيقه. هنا كما كتشوفوا مع الجو سخون دغيا طلعت العجينه. غنعاود ندلكها واحد شويوش، ومن بعد غنشكل على شكل طولي، وغنقطع الخبيزات ديالنا حسب الرغبه اللي بغينا. الا بغيناهم كبار نقطعوا قطعه كبيره، ولا بغيناهم متوسطين كذلك ولا صغارين، كتبقى حسب الذوق ديال كل واحد. غنشكل كويرات مع هذه العجينه، وضروري نرشو شويه د الطحين فوق اللورنيه باش ما تلصقناش العجينه، يعني نعملو غير شويه الطحين ماشي بزاف. غنبقى ماشيه بنفس الطريقه. بعد ما نكور العجينه ديالي كامله نغطيها ونخليها ترتاح 5 دقائق مع دابا الجو سخون دغيا ترتاح. من بعد ما رتحت لي غنجبد الكره اللوليه، غنقرصها كما كتشوفوا، ماشي بالصبيعه ديالنا، بقطعه ديالنا يعني باليدين من تحت، حيت الا عملنا لها الصبعين غتبقى يعني غيبقاو مصورين فوق العجينه. وبالنسبه للعجينه السمك ديالها كيبقى حسب الرغبه. اللي بغيتوها رقيقه كتبسطوها، اللي بغيتوها يعني ما خصهاش تجي رقيقه بزاف الصراحه، ما خصهاش تجي غليظه اكثر من القياس.
العجينه اللي مبسطه يعني اللي نقرصها غنعملها في الصينيه اللي يكون مفرشين لها ورق الطبخ، ولا ندهنوها غير بالزيت. بعد ما نكمل تشكيل العجينه ديالي غنغطي الصينيه ونخلي الخبز ديالنا يخمر. هنا بعد ما خمر لي الخبز غنجيب واحد البيضه مكموله غنليطها وغندهن بها الوجه ديالنا، الوجه الخبز. غنجيب الجنجلان او السمسم وغنرش ديك الوجه الخبز. الفران يكون دابا عندنا سخون، حيت كما كنعرفوا الخبز خصو يكون يدخل الفران يكون سخون مزيان. دابا باقي لي غير نعملو الطابع. غنعملو انا هاد الطابع هذا ديالنا حنا موجود عندنا في تطوان، معرفتش هنا واش كاين ولا ما كاينش. هاد الطابع كبير الخبز وديك ستيتو كيكون د الفقاقص. غنطبع الخبز من الوسط. الا لصق لكم مثلا الطابع نعملوه في جوج طحين ونطبعوه به. غنبقى ماشيه بنفس الطريقه حتى نكمل الخبز اللي عندي. من بعد كندخلوه للفران كما قلت لكم خصو يكون سخون مزيان من قبل على 180 حتى 200 درجه. كيف ما كنعرفوا الخبز خصو يدخل الفران يكون سخون مزيان. غنخليه يطيب ويتحمر ومن بعد نشوفوا كيف جانا الخبز ديالنا. هنا بعد ما طاب الخبز كما كتشوفوا انا النص عملته بالجنجلان، زينته بالجنجلان، والنص خليته عادي وزوقته غير بالموس، حيت كاين يعني ماشي كلشي عنده هاد الطابع، فاللي ما عندوش يقدر يزوقه غير بالموس ولا يخليه عادي يبقى حسب الرغبه. واللي ما كيعجبوش الجنجلان من الفوق بلا ما يضيفوا الخبز. كنتمنى الحلقه اليوم تكون نالت الرضا ديالكم. صدقوني هذا الخبز كيجي لذيذ بزاف وحنا ضروري عندنا في المناسبات والاعياد. كنتمنى حتى نتوما تجربوه ويعجبكم. ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو ونشروا الوصفه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. عواشكم مبروكه في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.